هنتكلم في الفيديو ده عن المقارنة بين خط الوسط ما بين الأهلي والزمالك. هو الأقرب إنه يلعب في خط وسط الأهلي من وجهة نظر عماد النحاس. أنا شايف إن عماد النحاس هيلاعب مروان عطية، اليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان. أنا شايف اللي هو هيلاعب كده، لكن أنا من رأيي إن إحنا نلاعب اليو ديانج، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، وتريزيجيه يلعب هاف ليفت، ما يلعبش في نص الملعب. هنتكلم على تريزيجيه لما نيجي نتكلم على الأجنحة. وفيريرا بتاع الزمالك الأقرب إنه يلاعب دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد، وتقريبا ممكن يلاعب ناصر ماهر على الجنب أو على الطرف من الأطراف. لكن الأخطر على الأهلي إنه يلعب بناصر ماهر وعبد الله السعيد ونبيل دونجا. هتقول لي ليه يلعب اليو ديانج وما يلعبش مروان عطيه؟ لان اليو ديانج اكتر لاعب في الاهلي بيستخلص الكرات. ايوه عنده عيب، ما بيعرفش يبني الكوره، يبني اللعب. بس انت عندك احمد رضا بيقدر يبني اللعب، عندك محمد علي بن رمضان بيقدر يبني اللعب، لكن مروان عطيه ما بيقدرش يأدي الدور اللي بيأدي بيه اليو ديانج. هنيجي على خط وسط الزمالك، عندك نبيل عباد دونجا هيلعب اساسي 6، عبد الله السعيد هيلعب جنبه. هو الاختلاف هيلعب ناصر ماهر ولا محمد شحاته؟ الاحسن للاهلي انه يلعب محمد شحاته، لكن الاخطر عن الاهلي اللي هو يلعب ناصر ماهر، لان ناصر ماهر وعبد الله السعيد لو لعبوا في نص الملعب هيستحوذوا على نص الملعب في ظل حاله سوء لاعيبه النادي الاهلي.